السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الخامس العلمي. عندنا الفصل الثالث موضوع الدائرة اللي هو أول موضوع بالفصل الثالث. راح نعرف الدائرة هي مجموعة نقاط على المستوي يكون بعدها عن نقطة ثابتة تسمى المركز، ثابتا يسمى نصف القطر. راح نوضحها بالرسم. هنا عندنا دائرة تتكون من مركز الدائرة اللي هو سنتر يحتوي H و K. هنا مركز الدائرة، البعد بين مركز الدائرة إلى النقطة هو نصف القطر. النقطة اللي هي P اللي تحتوي X و Y، يعني أي بعد بين نقطة على مستوى الدائرة إلى مركز الدائرة راح يساوي R. اللي نفترض هنا نقطة بين مسافة النقطة ومسافة المركز راح تكون يساوينا R. لنفترض هنا نقطة مثلا اللي هي P تحتوي X و Y، المسافة بين النقطة ومركز الدائرة راح يساوينا R، وكذلك على الدائرة كلها. عندنا الR هو نصف قطر الدائرة، والR دائما أكبر من الصفر، أي يعني الR تكون أعدادها موجبة. السي سنتر اللي هو مركز الدائرة يحتوي H و K. راح ناخذ معادلة الدائرة القياسية. معادلة الدائرة القياسية هو قانونها ثابت، X ناقص H الكل تربيع زائد Y ناقص K الكل تربيع تساوي R تربيع. هذه المعادلة الدائرة القياسية راح نحتاجها في الأمثلة. عندنا هنا المثال الأول، جد معادلة الدائرة التي مركزها 5 و3. هنا مركز الدائرة اللي هو C H و K. ال H 5 والكي 3 ونصف قطرها 4 وحدات. النصف القطر اللي هو R 4. نجي للحل نكتب معادلة الدائرة القياسية اللي هي X ناقص H الكل تربيع زائد Y ناقص K الكل تربيع تساوي R تربيع. هنا الأكس ناقص H تنزل كما هي، الأكس ناقص ينزل كما هو، مكان الاتش نخلي 5 والكل تربيع تبقى كما هي، زائد واي ناقص ينزل كما هو، مكان الكي نخلي 3 والكل تربيع تبقى كما هي، تساوي مكان الار نخلي 4 والتربيع يبقى كما هو. نجي للحل، تنزل اكس ناقص 5 الكل تربيع زائد واي ناقص 3 الكل تربيع، مكان الأربعة اس 2 تصير 16. هنا معادلة الدائرة القياسية اللي هو يريدها. هذا مثال 2، جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6 وحدات. هنا قال لك مركز الدائرة نقطة الأصل، ما زال قال لك نقطة الأصل، أي يعني مركز الدائرة اللي هو CH و K راح تكون ال H 0 والكي 0، لأن ما زال قال لك مركزها نقطة الأصل. نجي للحل، نقطة الأصل اللي هي CH و K راح تكون 0 H و 0 K. نجي نكتب معادلة الدائرة القياسية اللي هي X ناقص H الكل تربيع زائد Y ناقص K الكل تربيع تساوي R تربيع. الإكس ناقص مكان الاتش نخلي 0 الكل تربيع زائد Y ناقص مكان الكي نخلي 0 الكل تربيع تساوي الار مكانها 6 والتربيع ينزل كما هو. نجي الإكس ناقص 0 تبقى اكس وتربيع راح تصير اكس تربيع، الزائد ينزل. واي ناقص 0 راح تبقى بس واي ويجيها تربيع راح تصير واي تربيع يساوي 6 اس 2 راح تصير 36. وهنا معادلة الدائرة اللي هو يريدها. عندنا هنا مثال رقم 3، أوجد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها اكس ناقص 5 الكل تربيع زائد واي زائد 3 الكل تربيع تساوي 49. هنا عندي مطلبين، المطلب الأول يريد مركز الدائرة، والثاني نصف قطر الدائرة، ومنطيني معادلة أعتمد عليها، ومنها أطلع نصف قطر الدائرة ومن عدها أطلع مركز الدائرة. نجي للحل نكتب معادلة الدائرة القياسية اللي هي اكس ناقص اتش الكل تربيع زائد واي ناقص كي الكل تربيع تساوي ار تربيع. نجي الاتش تساوي موجب 5. ليش تساوي موجب 5؟ لأن بالمعادلة الدائرة القياسية عند الاتش سالب، وهنا مطنياها بالمعادلة سالب 5، سالب في سالب موجب، إذن الاتش تساوي موجب 5. والكي عندي تساوي سالب 3. ليش سالب 3؟ لأن مطيني بمعادلة الدائرة القياسية هي سالب كي، ومعادلة المثال هي موجب 3، سالب في موجب راح تساوي سالب 3، إذن الكي تساوي سالب 3.
هنا عندي طلع المطلب الأول اللي هو مركز الدائرة CH والكي طلعت 5 بسالب 3. نجي للمطلب الثاني اللي هو نصف قطر الدائرة. عندي هنا الار تربيع تساوي 49، إذا نصف قطر الدائرة الار ايش راح يطلع 7. هنا المطلب الثاني نصف قطر الدائرة طلع 7. عندنا ملاحظة في حالة إذا كان نصف القطر مجهول راح نستخدم القوانين الثلاثة لإيجاد نصف القطر، وثم بعد ذلك نجد المطلب اللي هو مركز الدائرة القياسية. هنا عندنا القانون الأول R تساوي جذر x2 ناقص x1 الكل تربيع زائد y2 ناقص y1 الكل تربيع، اللي هو قانون البعد بين المركز C ونقطة على الدائرة P. والقانون الثاني اللي هو المركز C x و y يساوي حاصل جمع x1 و x2 على 2 وحاصل جمع y1 و y2 على 2 اللي هي نقطة المنتصف، ثم قانون البعد. عندنا هنا المركز C وهنا عندنا الx2 والy2 نقطة، وعندنا هنا نقطة الx1 والy1 اللي هي نهاية أحد أقطارها بين المركز C. وعندنا هنا القانون الثالث اللي هي R تساوي مطلق ال AX1 زائد BY1 زائد C على جذر أي تربيع زائد B تربيع. هنا إذا مست الدائرة مستقيم معلوم اللي هو A. عندنا المثال الأول جد معادلة الدائرة التي مركزها C4 و3 وتمر بالنقطة P2 و1. هنا راح نستخدم القانون الأول اللي هو R تساوي جذر x2 ناقص x1 الكل تربيع زائد y2 ناقص y1 الكل تربيع. هنا عندنا المركز اللي هو C4 و3 اللي هو H و K، راح نعتبر المركز ال H و K هي x2 و y2، وهنا النقطة B2 و1 راح تكون x1 و y1. راح ننزل الأربع، راح ننزلها مكان الأكس 2، الناقص ينزل، الأكس 1 2 تنزل والكل تربيع يبقى على حاله، الزائد ينزل. عندنا هنا الواي 2 3 تنزل 3 والناقص ينزل، الواي 1 1 ينزل والكل تربيع يبقى كما هو. نجي 4 ناقص 2 2 2 تربيع 4، الزائد ينزل، 3 ناقص 1 2 2 تربيع 4. الار تساوي جذر 8 بتربيع الطرفين، راح تكون الار تربيع والجذر 8 راح يكون 8. هنا طلعنا نصف القطر هو 8. نجي لمعادلة الدائرة القياسية نكتبها اللي هي اكس ناقص اتش الكل تربيع زائد واي ناقص كي الكل تربيع تساوي ار تربيع. هنا نرجع إلى مركز الدائرة اللي هو C 4 و3 H و K. ال H 4 وال K 3. عندنا هنا نصف القطر طلع هو 8، وهنا معادلة الدائرة القياسية اللي يريدها. عندنا هنا المثال الثاني جد معادلة الدائرة التي نهاية أحد أقطارها النقطتان P1 4 و5 و P2 سالب 2 و3. نجي للحل. هنا راح نستخدم القانون الثاني اللي هو C للإكس واي تساوي حاصل جمع الإكس 1 والإكس 2 على 2 وحاصل جمع الواي 1 والواي 2 على 2. إذا السي تساوي 4 اللي هي إكس 1 ناقص إكس 2 سالب 2. ليش هنا سالب مو موجب وهي بالأصل موجب؟ لأن موجب فيه سالب سالب. وهنا الخمسة اللي هي واي 1 والثلاثة واي 2 على 2. إذا السي تساوي 4 ناقص 2 2 على 2 و5 زائد 3 8 على 2. إذا السي تساوي 1 و4 اللي هو المركز. هنا راح نستخدم القانون الأول اللي هي الآر تساوي جذر 4 ناقص 1 الكل تربيع زائد 5 ناقص 4 الكل تربيع. هنا بالقانون الأول راح ناخذ نقطة واحدة من عندنا، أي نقطة احنا بكيفنا، راح ناخذ النقطة الأولى ونعتبرها x2 y2، والمركز راح نعتبره x1 y1. بعدنا احنا x2 ناقص x1، الx2 اللي هي 4 والx1 1 والتربيع يبقى والزايد يبقى كذلك.
نجي الواي 2 ناقص واي 1، 5 واي 2 ناقص 4 اللي هي واي 1 والتربيع يبقى كما هو. نجي للحل. ار تساوي 4 ناقص 1 3، 3 تربيع 9، الزائد ينزل، 5 ناقص 4 1، 1 تربيع 1. إذن الار تساوي جذر 10 بتربيع الطرفين، ار تربيع تساوي 10، وهنا قدرنا نطلع نصف القطر ا. نيجي نكتب معادلة الدائرة القياسية اللي هي اكس ناقص اتش الكل تربيع زائد واي ناقص كي الكل تربيع تساوي ار تربيع، والاتش راح ناخذها من المركز اللي هو سي 1 و4، والكي كذلك من 1 و4، الاتش 1 والكي 4، والعشرة والار تربيع هي 10. هنا طلعنا معادلة الدائرة اللي يريدها هو بالسؤال. ثالث جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل. بما أنه قال مركزها نقطة الأصل، إذا السي الاتش والكي هي 0 ب0، وتمس المستقيم 3 اكس ناقص 4 واي ناقص 15 تساوي 0. نجي للحل. راح نستخدم القانون الثالث لأنه تمس المستقيم، وعندنا هنا 3 اكس ناقص 4 واي ناقص 15. الار تساوي مطلق الاي اكس 1 زائد بي واي 1 زائد سي على جذر اي تربيع زائد بي تربيع. الار تساوي مطلق الاي هي 3 والاكس 1 0 زائد البي هي سالب 4 والواي 1 0، والزائد يبقى كما هو، والسي هي سالب 15 على جذر الاي هي 3 والتربيع زائد سالب 4 اللي هي البي والتربيع يبقى كما هو. نجي الار تساوي 3 في 0 0 زائد سالب 4 في 0 0، تبقى بالسالب مطلق سالب 15 على جذر 9 زائد 16 تساوي لنا 25، والسالب مطلق 15 نطلعها من المطلق راح تبقى موجب 15. جذر 25 5، راح نختصر 15 شوي، 5 الار تساوي 3، إذا طلعنا نصف القطر هو 3. نجي نكتب معادلة الدائرة القياسية اللي هي اكس ناقص اتش الكل تربيع زائد واي ناقص كي الكل تربيع تساوي ار تربيع. الاتش 0 والكي 0، ليش؟ لأن مركزها نقطة الأصل. والار 3 والتربيع يبقى كما هو، إذن اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي 9. هنا معادلة الدائرة اللي يريدها هو بالسؤال.